ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده جايه لكم بروتين حلو قوي، برضو في افكار كتيره وفي مشتريات حلوه قوي هوريها لكم، وفي جروب جميل جدا جدا انا جبت منه الحاجات دي، وعايزاكم كلكم تدخلوا الجروب ده وتشجعوا صاحبته، واقول لكم صاحبته مين في اخر الفيديو. المهم تعالوا بقى نبدا مع بعض كده بالنشاط والحيويه. طبعا مفيش احسن من الرغاوي يعني بجد مفيش احسن من الرغاوي اللي بنعملها في المطبخ وفي الحوض وفي الاطباق، علشان نحس ان احنا فعلا غسلنا مواعين واننا انجزنا يومنا. المهم المبخره الحلوه دي من الجروب اللي انا بقول لكم عليه، مبخره تحفه تحفه، حجمها كبير جدا. عايزه اقول لكم ان اسعارها بره 70 و80 و100، لا انا عايزه اقول لكم ان هي باقل من نص الثمن. المهم وخامتها وتقفيلها حلو قوي. المهم هقول لكم دلوقتي الجروب منين، بس واحنا بوريكم المشتريات. انا حطيت فيها البخور كده وجربتها وكانت تحفه تحفه قوي. هنا بقى دخلت كده شغلت الغسالة، انتوا عارفين يعني معروفة. ان انا اول ما بدخل او اول ما ببدأ الروتين بتاعي ببدأه بالغسالة، ربنا يخليها لنا والله الحمد لله. ده نعمة كبيرة، وبشغلها عم اخلص اللي ورايا يكون الغسالة خلصت غسيل. المهم بقى تعالوا اوريكم الفلاتر بتاعة المكثف. انا كان عندي مشكلة وما زالت المشكلة موجودة، بس حليت نصها يعني، وهي ان المكثف عندي بقاله حوالي سنة مش بيشتغل، او ما اشتغلش غير شويه صغيرين وفصل. سبب الفصل ايه انا لسه لحد دلوقتي مش عارفه. بس انا جبت حد وقال لي ان هو عايز يتغسل، او الفلاتر بتاعته عايزه تتغسل، واول مره كنت اعرف ان الفلاتر دي بتتفك غير الشبكه، بتتفك وبتتغسل. المهم قلت له طب اغسلها بايه؟ قال لي هتغسليها ببطاس، هتنقعيها في بطاس وميه سخنه مغليه. طيب اوكي تمام، هنقعها في بطاس واظبطها لك واغسلها لك واشطفها لك واظبطها لك مية مية خالص. بس يا رب المشكله تتحل. بس انا لما غسلت ونضفتها كويس قوي المشكله ما اتحلتش تقريبا. بقى في مشكله عندي في المكثف او في حاجه، ايه هي احنا مش عارفين لسه ما عرفتهاش، وان شاء الله بعد كده هبقى اقول لكم يعني اذا اتحلت انا هقول لكم عليها ان شاء الله. المهم تعالوا بقى اقول لكم الوصفه بتاعت النهارده كده عشان نتخلص من اي دهون. حرفيا البوتاص ده مش عارفه انتوا بتسموه ايه، بس هو عندنا اسمه بوتاص. عايزه اقول لكم سحري سحري، انتوا مش متخيلين. شايفين انا دي اول واحده انا عملتها بتلمع، التانية زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا جبت شويه بوتاص من عند العطار، تقريبا جبت ب10 جنيه او ب15 جنيه والله مش متذكره. وعملت ايه؟ غليت ميه وحطيت الفلاتر او اي دهون بقى عندك عايزه سيحيها في البوتاص. حطي شويه بوتاص وميه مغليه وخلاص، وهتلاقي البوتاص هرالك وشلك كل الدهون بدون ما تدعكي، بدون اي مجهود. يعني عايزه اقول لكم سحر، بس خدوا بالكم من ايديكم لان ايديكم فعلا ايديا ما خدتش بالي منها، مع اني اتحذرت منها، حد حذرني منها، بس فعلا انا ما كنتش واخده بالي وما كانش في دماغي غير ان انا اصلح المكثف باي طريقه، او ان انا انضف الفلاتر دي باي طريقه، فاللي هو ايديا اتبهدلت شويه، بس الحمد لله على كل حال. فزي ما قلت لكم البوتاص ده ساحري، بس خدوا بالكم من ايديكم، هو بيبقى حبيبات بالشكل ده. خلاص كده اللي نضفنا الفلاتر، تعالوا بقى ايه نتخلص من كل الكراكيب اللي موجودة عندكم في البيت. اي درج بقى فيه الكراكيب، في مراهم، في ادوية، في حاجات. يعني انا عايزة اقول لكم الكمية اللي قدامكم دي كلها فعلا طلعت من كل الكراكيب دي طلعت من الادراج بتاعت اوضة واحدة بس. فدايما خليكم ايديكم اول باول يعني. تعالوا بقى نعمل مع بعض البتنجان المخلل عشان نحضر الغدا سوا. البتنجان بقى ده طريقته تحفة، لازم بجد تجربوا الطريقة دي من قبل ما اقولها لكم. هنجيب البتنجان وهنشيل الراس بتاعته ونغسله كويس جدا، وبعد كده نفتحه بالنص كده ونجيب حلة فيها مية بتغلي، وهننزل بالبتنجان اللي احنا هنسلقه ونحط عليه شوية من الزيت وشوية من الملح او رشة من الملح، يعني زي ما انتم شايفين بالشكل ده، واسيبه يغلي لمدة 10 دقايق بالظبط. وبعد كده بشيل البتنجان واصفيه من الميه اللي هي مغليه دي، او بصفيه من الميه بتاعته يعني بعد ما يكون استوى. في ممكن بتنجان يستوي بعد 10 دقايق، في بعد ربع ساعه، في بعد 5 دقايق، براحتكم. او زي ما انتم شايفين البتنجان استوى معاكي، او القرشه بتاعت البتنجان اللي انتم محتاجينها في البتنجانيه. بصفيه بقى من الميه بتاعته بعد ما استوى كده، وبعمل الخلطه. تعالوا نعمل مع بعض الخلطه بتاعته. الخلطه بقى كزبره، او ممكن بقدونس، او ممكن شبت اي نكهه خضار انتوا بتحبوها، توم، فلفل احمر، فلفل اخضر، وليمون، وكمون، وملح. بس خلاص الوصفة جاهزة معانا.
معانا او الخلطه جاهزه معانا، هنحط كل المكونات دي في الكبه وهنفرمها، ونحط قشر الليمون معاها في الكبه، هيتفرم معاكي ويدي مزازه وطعم حلو قوي. بعد كده بنحط شويه من الزيت على الدقه دي او على الخلطه دي، ونحشي بيها البتنجان وبنقدمه بالشكل القمر ده. احفظوها بقى احفظوا البتنجان ده في علبه في التلاجة، يقعد باليوم والاتنين والاسبوع، بس لازم تغمروه كده في الزيت علشان يبقى معاكي ابيض كده وقلبيته بيضه وزي الفل. بس كده البتنجان خلص معانا. تعالوا بقى نعمل مع بعض القلقاس على طريقتي. عايزه اقول لكم الطريقه دي حلوه قوي، انا بحبه احمر بس مش احمر قوي، وبحبه بالخضار. تعالوا بس نعمله مع بعض كده واقول لكم طريقته. طريقته بقى بجيب توم واحمره في زيت، وبعد كده انزل بالكزبره المتقطعه صغير، ممكن تقطعوها في الكبه براحتكم، بس بحب اقطعها على ايديا كده بالمقص، وببدا ان انا اشوحهم مع بعض واشم ريحتهم. اقوم نازله بالطماطم، يا طماطم حاجه بسيطه اللي هي الصلصه المتسبكه او الطماطم المتسبكه. بنزل بحوالي كده نص كوبايه من الصلصه المتسبكه، وببدا ان انا اسبكهم كده، اسبك الطماطم مع يعني تدي تشويحه كده مع الثوم والكزبره، وانزل بالقلقاس واقلبه كويس قوي لحد ما اشوف اللون بتاعه زي الفل كده، حلو قوي. بشوحه وبقوم نازله عليه بالشوربه او المرقه اللي عندك، شوربه بقى فراخ، شوربه لحمه. في ناس بتحب القلقاس باللحمه، في ناس بتحب القلقاس بالفراخ. انا عن نفسي بحب الاتنين، وعن نفسي برضو بحب اللي هي بالصلصه، وبحب اللي هو بالخضار وبالسلق. يعني براحتكم بقى على حسب الطريقه، بس انا بقول لكم الطريقه اللي انا دايما بعملها. يمكن طريقه السلق او الخضار مش بعمله غير مثلا مره مرتين في السنه، لكن اللي بالصلصه ده دايما على طول يعني. اللهم ديمها نعمه يا رب، احفظها من الزوال. فبضيف بقى الشوربه، وبضيف برضو قطعتين كده من اللحمه يتسبكوا، بيبقوا حلوين قوي. بيتسبكوا كده مع التسبيكه بتاعه القلقاس دي، بتبقى طعمها تحفه. ربنا يا رب يديمها نعمه ويحفظها من الزوال ويقوينا ان شاء الله على على كل حاجه احنا فيها، الحمد لله على كل حاجه. القلقاس بعد ما استوى بيستوي من غلوه، وده نوع اسمه الشنواني، بيستوي من غلوه فعلا. تحفه قوي، لازم تجربوا الطريقه دي بجد، هتغير فكرتكم عن القلقاس خالص. آم، هنشوف بقى المشتريات اللي احنا جبناها النهارده من جروب ايه. جبنا المشتريات الحلوه اللي قدامكم دي من جروب موكا ستور. زينة رمضان، فوانيس وصغيره وكبيره وبتاع ايكيا ومجات وبيجي وطمطم ومباخر، مبخره صغيره ومبخره كبيره، واسعارهم هبله قوي 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 فعلا. 35 جنيه و45 جنيه، والفوانيس بتبدا من اول 10 جنيه، وفي ميداليات بتبدا من اول 2 ونص. يعني مفيش الاسعار دي دلوقتي في اي حته غير في جروب مكة ستور. هحط لكم اللينك ان شاء الله في الديسكريبشن بوكس. وعايزه اقول لكم بقى ان صاحبه الجروب دي مين؟ انا. ولله الحمد، ده البيزنس الخاص بيا. يمكن معظمكم عارف ان انا عندي بيزنس خاص بيا، فلازم بجد تنوروني في الجروب، وهتشوفوا كل الحاجات الحلوه اللي فيه. مش بس زينة رمضان، لا ده في حاجات كتيره جدا جدا، وانا واخده توكيل او موزعه من براند جبنه. برضو هحط لكم اللينك بتاع الجروب في الديسكريبشن بوكس. المهم ان انا بوريكم كده شكل من حاجات كده بسيطه او مقتطفات من الشغل اللي بقى موجود. عايزه اقول لكم حاجات تحفه، في حاجات كتيره جدا فوري على التسليم على طول. والفروع بتاعه الورق دي بتبقى من 10، هي اصلا سعرها 10 جنيه، عامله عليها عروض حلوه قوي. وحوالي بتبدا من اول 2 ونص، يعني على حسب الحجم، 2.5 متر يعني لحد 5 متر. وفي بقى اللي هو القماش هوريهولكوا دلوقتي. بصوا اشكال كتيره جدا جدا من اللي هي الورق، اللي هو زينة الورق او الفروع الورق. اشكال كتيره قوي، يعني اشكال والوان فعلا زي ما بنقول. مغناطيس التلاجة دي برضو اللي هي الفروع اللي هي القماش الخياميه ب10 جنيه. مغناطيس التلاجة ب10 جنيه. دي الدلايات اللي هي تقريبا ب10 او ب12 ونص، يعني اسعار هبل قوي. دي كراسات تلوين للاطفال على اشكال، يعني فيها اشكال رمضانيه ومعاها علبه الوان على فكره. فسعرها برضو مش عارفه تقريبا 15 جنيه. دي برضو حاجات كده استندات حلوة قوي، سعرها 15 جنيه. في برضو استندات زي دي بتنور، سعرها 45 جنيه. فيها بوجو طمطم، فيها شكل فنانيس. يعني في حاجات حلوة قوي. في مصليات اطفال بتبدأ سعرها تقريبا 35 جنيه او 40 جنيه. بوجو طمطم زي ما انتم شايفين كده بيبدأ عندنا من 45 جنيه اللمة لحد 120 جنيه على حسب الحجم.
حلو قوي لما دي. المهم عندنا حاجات حلوه قوي قوي في الجروب، لازم بجد تنوروني في الجروب ولسه احنا بنبدا ان احنا نعرض كوليكشن حلو قوي لرمضان، ولسه في كوليكشنات جايه كتيره جدا. دعواتكم بالتوفيق والتيسير الامور يا رب. الدلايات دي برضو في اسعارها من اول 20 جنيه لحد 45 جنيه، لا في 40 جنيه، في اسعار 40 جنيه. عايزه اقول لكم اللي قدامكم دي ب 30 جنيه، يعني سعرها اهبل قوي على فكره، خشب وخشب كويس جدا. دي برضو مش عارفه تقريبا 35 او 40. اللي هو بوجو طمطم ده 30 جنيه تقريبا او 25. الاستندات دي برضو 20 و15 و10، وفي كمان ب25 اكبر حاجه. استندات حلوه قوي، بتحط على البوفيه، بتحط على الترابيزات ال اي ترابيزه عندك، اي جزامه، اي حاجه عندك في الصاله او اي مكان، يعني تقدري تحطي فيه الفروع دي، او تقدري تحطي فيها الاستندات دي. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. استنوا ان شاء الله فيديو جديد واوريكم كوليكشن حلو قوي قوي برضك من زينة رمضان. الحقوا خدوا الزينة بتاعت رمضان من جروب موكا ستور، عشان فعلا الاسعار كل شوية بترفع. بس احنا لحد الان في البراند بتاعنا او في الجروب بتاعنا او الستور بتاعنا مش زودنا اي اسعار خالص. ثابتين على اسعارنا. وبس، يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسيش طبعا اللايك والشير. اشوفكم على خير في رعاية الله، مع الف سلامة.